معدل عمر الجمل 25 سنة، أما الحصان 35 سنة. بالنسبة للحمار فده عمره بيوصل ل 40 سنة، والفيل بيوصل ل 70 سنة. أما النسر فده عمره بيوصل ل 100 سنة. والمفاجأة بقى إن السلحفاة بتعيش لحد 300 سنة، يعني بتقابل جد 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 الجمل. وطبعا في ناس دلوقتي بتقول الأعمار بيد الله، أنا معاكم ما اختلفناش، بس الكلام دوت يعني او المعلومات دي حسب الاحصائيه اللي بتقوم بيها علماء الحيوان والناس يعني المختصه بدراسه الموضوع ده. ودلوقتي هقول لك بسرعه اسماء اناث الحيوانات علشان احكي لك قصه جوناثان مختصره. المهم يعني انثى الاسد ودي كلكم عارفينها واسمها اللبوقه. اما انثى النمر فدي اسمها الخثعه. بالنسبه لانثى الدب فدي اسمها الجهيزه. اما انثى التمساح فدي اسمها الزبعره، اسمها غريب شويه. بالنسبة لأنثى الصقر فدي اسمها الشيهانة. أنثى الفهد هي الكشماء، وأنثى الثعلب هي السعالة. أما أنثى الضبع فدي اسمها أم عامر، وأنثى الفيل هي العيسوم. آخر حاجة أنثى النسر ودي اسمها أم قشعم. ودلوقتي أحكي لك قصة جوناثان في 20 ثانية. جوناثان هو أقدم حيوان بري معروف في العالم. جه الحياة من مواليد سنة 1832 وفضل عايش لحد سنة 2019، يعني عمره حوالي 187 سنة. المهم يعني عاش الحرب العالمية الأولى والثانية والثورة الروسية، و7 ملوك فاتوا على عرش بريطانيا. ده غير إنه حضر 39 رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وفي النهاية ما تنسوش توصلونا 100,000 مشترك، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة لو انتوا لسه جداد. ورأي كل واحد فيكم بيفرق معايا جدا في التعليقات. ما تنسوش آخر حاجة تشاركوا الفيديو. سلام.